ماذا عن العلاقة مع إيران دكتور عبد الله، وأنت واحد من القلائل في الخليج الذين يفهمون إيران ويزور إيران بشكل منتظم من السبعينات، منتصف السبعينات، وكنت تتحدث في كتبك حتى إيران والخليج ديالكتيك الدمج والنبذ في نهاية التسعينات، كنت تتحدث عن ضرورة علاقة جيدة مع إيران. صح. حتى عام 2005 6 تقريبا بدأت بشكل باكر في الخليج تحذر. صح. بعد احتلال العراق. صح. احنا ما عرفنا يعني نروح مع ايران نسوي علاقه زينه مع ايران ولا نعادي ايران. لا، انا كنت اظن في تلك الفتره ما قبل 2004 انه في احتمال يصير بين الدول المتشاطئه على الخليج شيء من التفاهم، حد ادنى من التفاهم. لكن عندما كشفت ايران عن انيابها في العراق بعد سقوط صدام حسين، وكشفت أنيابها في سوريا، أنا أقول لا، معركة الأمة اليوم مع إيران، والتحدي الأمني الاستراتيجي للعرب اليوم إيران. في تقديرك وين تسير الأمور؟ صالح إيران الآن؟ لا أبدا، ولا لصالح إيران مسيطر على سوريا، على العراق، على اليمن، على لبنان. أنا أعتقد نفسها أقصر من أن تستمر، والعراق مو مستقر لإيران، وعرب العراق غير مستقرين وغير قابلين لإيران، والحالة السورية يعني لا تبشر باستقرار لإيران، وحتى اليمن إن شاء الله بفعل عاصفة الحزم لن تستقر فيها إيران إطلاقا. وأنا أعتقد أنه بالعكس